نبلش وصفتنا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. بدي اقسم لكم قطعة وتشوفوها. يا سلام اللذاذة، الله الله. مرحبا، كيفكم؟ اهلا وسهلا فيكم مطبخ ديما. اليوم وصفتنا وصفة كتير طيبة، هي الصفوف اللبنانية. عندي كاستين ونص من السميد الناعم. بدي اضيف عليهم كوب ونص من الطحين. عندي هون معلقة كبيرة من البيكنج باودر. عندي معلقتين كبار من الكركم. عندي ربع معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم. عندي رشة ملح. كوب زيت نباتي. ربع كوب من الزبدة المدابة. هلا بدي احركهم سوا. هلا بدي اخلطهم عشان يتشرب السميد والطحين بالزبدة والزيت. شوف لونها ما احلاه. هلا بدي اعمل المكونات السائلة. عندي كوب ونص من السكر. بدي اضيف عليهم كوب من اللبن، لازم يكون بحرارة الغرفة. بدي اضيف عليهم كوب ونص من الحليب الدافي. وهلا بدي احركهم سوا. هلا بدي اضيف المكونات السائلة فوق الجافة، طبعا شوي شوي تدريج وبحرك. ببلش احرك شوي شوي. شايفين الخليط؟ لا هو جامد ولا هو سائل، هيك هو الخليط، شبه يعني خليط الكيك. شايفين؟ هيك بدي اياه قوامه. هلا عندي هون صينية للفرن، بدي ادهنها بالزبدة. هلا عندي هون شوية طحين، بقيم الزايد من الطحين طبعا. هلا بعد ما دهنت الطحين والزبدة بدي اديرها. بسم الله. شوفوا اللون ما ألزه. الله الله. هلا بمدها. هلا بدي اخلطها خبطتين عشان يتساوى كلياته. هلا عندي هون لوز، طبعا اللوز هون نقعيته ساعتين عشان ما ينحرق بالفرن. بدي ازين. طبعا في ناس بيحطوا سمسم عليها وفي ناس بيتركوها زي ما هي. وهلا بعد ما وزعت اللوز زي ما انتم شايفين، شوفوا اللذاذه. هلا بغطي عليها 15 دقيقه. وهلا بعد ما ارتاحت 15 دقيقه لازم يكون الفرن محمى مسبقا والحراره 180 درجه من تحت ومن فوق. بدها تقريبا 30 دقيقه، وهذا بيعتمد على نوع الفرن. وهلا بعد ما طلعتها من الفرن، الله ريحتها شو طيبه. طبعا بفحصها ما في شي بالعود، هيك تمام. عندي هون قطر، طبعا لازم الصينيه تكون سخنه. طبعا باجي بيعطيها لمعة وطراوة بالفرشاي هيك شوي. ما بنصير نحط كل الكمية، هيك بس شوي. طبعا في ناس ما بيحبوا القطر، بإمكانكم عسل تحطوا. الله ريحتها شو طيبة مع فنجان قهوة. هلا يا سلام. وهلا بعد ما طلعناها من الفرن، الله الله الريحة شو طيبة ولذيذة. بدي اقسم لكم قطعة وتشوفوها. يا سلام اللذاذة، الله الله. شوفوا اللذاذة، شوفوا الله شو طيبة مع فنجان قهوة. الله. وهلا بدي اقسم لكم. يا سلام شو طيبة ولذيذة. شوفوا قد ايه طرية ولذيذة. وهلا بدنا ندوق. يا الله شو طيبة، هشة وطرية. وبنصحكم تجربوها قد ما هي طيبة. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، واستناكم الوصفة الجاية.